حياكم الله. عدنا لكم بخير الدنيا والآخرة حقيقة، من مكان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله صلى فيه كما في الروايات وكما في التاريخ، وفيه استقبل الفواطم. فإن شاء الله وياكم نتابع هذا المقطع من المدينة المنورة لمسجد بني أنيف أو مسجد المصبح أو مسجد الصبح، على اختلاف التسميات اللي فيه، ونشوف وين موقعه ووين مكانه، فنتابع المقطع مع بعض. أهلا فيكم. من تبحثون في خرائط جوجل في المدينة المنورة عن مسجد بني أنيف يطلع لكم المكان اللي قدامكم، وهو قريب إلى مسجد قباء. بنشوف الحين في الخريطة لما نكبرها يكون محاذي لمسجد قباء، فالمكان قريب جدا، يبعد عن الحرم النبوي تقريبا 5 كيلو إلى 4 كيلو ونص. وتنتبهون للموقع الثاني، هذا مسجد المصبح، هذا غير صحيح الموقع لأنه يطلعكم على موقع ثاني، فالموقع الصحيح بني أنيف. وسبب تسمية المكان بمسجد المصبح أو مسجد الصبح، يقال أن النبي صلى الله عليه وآله انتظر في أمير المؤمنين عليه السلام والفواطم، وهنا صلى بهم صلاة الصبح. وأيضا مما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعود فيه البراء أو طلحة بن البراء في هالمكان هذا، كان محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان مريض، فقصته موجودة على المواقع تقدرون ترجعون لها أو في الكتب. وطبعا نشكر هيئة الآثار اللي ما قصرت حقيقة أنها أعادت هالأماكن وأعطتها تعريف وجددت فيها. مثل ما نشوف قدامنا مكان جميل ومكان روحاني ومكان يذكرك برسول الله صلى الله عليه وآله. فإن شاء الله الجميع اللي يجي للمدينة المنورة لا يخلو يكون يوصل للمكان هذا وهو قريب إلى قباء. فإن شاء الله توفقون جميعا لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والتشرف في حضور هذه الأماكن، ولا تحرمون إن شاء الله منها. جميعا إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله أعود معاكم في مقاطع ثانية إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك. جميعا في أمان الله. في سجايا لك الأجيال والتاريخ يشهد، لك الأجيال والتاريخ يشهد. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد. محمد يا محمد